كنت مرة كلمتكم عن طفلة صغيرة عندها 10 سنوات اسمها براءة. البنت دي يعني أنا مش قادر أقول لكم يعني بجد شرخ قلبي. براءة وهي كلها براءة، عندها 10 سنين لسه يعني بنوتة صغنطوطة زهرة صغيرة. يعني سبحان الله ربنا يقدر في لحظة من اللحظات عايشة في السعودية، هي مصرية عايشة في السعودية بين أب مصري وأم سورية، والأب والأم في لحظة يموتوا في حادث مفزع. الأب والأم يموتوا والبنت تبقى لوحدها. أصيبت بمرض السكر وأصيبت بمرض الكانسر. الكانسر وصل للمخ عندها ووصل للدم. فوجئت ببراءة بتكلمني، صوتها كله براءة وكلامها كله براءة ما شاء الله. قعدت تكلمني ففي وسط كلامها الكلام يعني ايه، يعني فيما معنى الكلام عايزة تقول لي ممكن تبقى انت بابا، تبقى انت بابا. رحمكم الله يا أمي ويا أبي وأسكنكم الله فسيح جنات. فطبعا كان شرف كبير ليا ان انا ابقى اب البنت جميله زي ديت. فجاه الاخت بتقول لي طب ما تخليها تسمعك، يعني تسمع لك صوتها بالقران. فقلت لها ممكن تسمعيني يعني صوتك بالقران يا براءه؟ قالت لي حاضر. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. صوت الله اكبر والله كانه جاي من السماء ما شاء الله على صوتها. صوتك يشق الليل يا رب صبرني، قومي وشد الحيل يا رب قدرني. بدأت أراسل هذه البنت الطيبة المباركة وبدأت هي يعني تشتكي لي كل ألمها وأحزانها وهي لسه عندها 10 سنين. في يوم من الأيام فوجئت وأنا مسافر إحدى الدول العربية برسالتها بتقول لي ادعي لي يا بابا، أنا داخلة كمان شوية عشان يقطعوا لي رجليا لأن مرض السكر أثر عليا وعمل لي غرغرينة في رجليا، هيقطعوا لي رجليا، ادعي لي إن ربنا يصبرني وأنا بحب ربنا أوي 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 وراضية بقضاء ربنا. بنت عندها 10 سنين يا جماعة اللي بتعانوا من الابتلاءات ومتضايقين وزعلانين. يا دمعة نازلة عن خدود من عين بريئة، يا وردة يلي بسمتك حلوة ورقيقة، صوتك يشق. فحصل موقف عجيب قوي واحنا في الكويت. حصل ان من ضمن المحاضرات اللي رحت اديها فجأة لقيت شاب من اللي قاعدين قال لي شيخ محمود انا عندي تسجيل بصوت براءة وهي بتقرأ القرآن، ممكن نذيعه في التصوير يعني في اثناء الدرس ده؟ قلت له حاضر. فجه يديني الموبايل وراح مشغل لي صوت براءة وهي بتقرأ القرآن وراح هامس في ودني وقال لي كلمة عجيبة جدا. قال لي عندي ليك خبر هيزعلك بس مضطر اقوله لك. قلت له اتفضل يا حبيبي. فقال لي على فكرة براءة ماتت امبارح، براءة ماتت امبارح. كان حالة غريبة جدا من البكاء وبدأت ماسك الموبايل وصوتها ما شاء الله صوت جميل جدا جدا، مش قادر اقول لكم صوت عامل ازاي. بقيت ماسك المايك وماسك الموبايل ومقرب الموبايل من المايك عشان الناس تسمع صوت براءة، وصوتها بقى ما شاء الله جميل وواضح قوي في المسجد وانا ببكي وكل المسجد في بكاء شديد جدا. خلصت المحاضرة والله اعلم بظروفي، خرجت من المسجد ورحت ماسك الموبايل ورحت باعت رسالة لبراءة. قلت مش عارف انا خايف لا يكون الاخ ده بيكذب عليا، فبعت رسالة لبراءة قلت لها ابنتي الغالية براءة، ابنتي الغالية انا كنت بتكلم عنك دلوقتي في محاضرة في الكويت والناس سمعت يعني قصتك وقعدت تدعي لك والناس فرحانين بيكي قوي. لقيتها بعتلي رسالة قالت لي وحشتني جدا يا بابا وانا سعيدة جدا، انا كنت تعبانة قاعدة تعبانة ورسالتك لما جت لي خلاص انا ما بقتش تعبانة، انا حسيت براحة ومبسوطة جدا وفرحانة ان انت يعني بعت لي الرسالة ديت. فعرفت انها ما زالت على قيد الحياة. ربنا يبارك فيك يا براءة ويحفظك يا رب ويشفيكي ويتم شفاك على خير. يا دمعة نازلة عن خدود من عين بريئة، يا وردة يلي بسمتك حلوة ورقيقة،
صوتك يشق الليل يا ربي صبرني قومي وشد الحيل يا ربي قدر